الكرام في حلقة جديدة من برنامج كريتيك أبدو. حلقة اليوم غادي نتحدثوا فيها على الظهور الثاني لفريق الكوكب الرياضي المراكشي بدوري التميز، الماتش اللي جمع الفريق بالوداد يوم السبت الماضي على أرضية ملعب العربي الزولي. هذا الماتش اللي انتهى ب 0-0 ما بين الكوكب والوداد، تعادل اللي خلى الكوكب يولي عنده 4 نقاط والوداد 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما شباب المسيرة عندهم 3 نقاط وشباب الرياضي السلمي 0 نقطة. هادشي ماشي يهمناش، لان الموضوع الاساسي في حلقه اليوم هو المستوى الكبير اللي ظهروا به اللاعبين ديال الامل ديال الكوكب. هذه الكلمه ما بغيتهاش تكون تشكل واحد الغرور للاعبين، ولكن هذه هي الحقيقه، لاننا كنا في الملعب وشفنا كيفاش اللاعبين بهروا الطاقم التقني الكوكب، بهروا الطاقم التقني ديال الوداد بقياده المكونه اللي تحدث مع بعض اللاعبين على غير سليمان وبنيته، وكذلك الجمهور وحتى المسؤولين ديال نادي الوداد البيضاء. المستوى اللي ظهروا به اللاعبين ديال الامل الكوكب، لا بنيته لا سليمان لا صنديد لا البحراوي لا سعد بدران، هادو اللاعبين اللي لعبوا في التشكيله الرسميه قبل دخول زكريا الرئيس، فماشي وليد الصدفه وماشي لاول مره غادي يظهروا لاعبين الامل بهذا المستوى، لان الدوري التميز هي نقطه ايجابيه لفريق الكوكب عكس باقي الفرق اللي شفناهم، خصوصا الفرق الكبيره اللي تعرى الواقع ديال التكوين وضعف التكوين داخل هذه الانديه. على عكس من ذلك الكوكب شفنا ان الفريق او ان الاطر ديال مركز التكوين رغم الظروف المزريه اللي تيعيشوا فيها واللي تيخدموا فيها داخل مركز التكوين اللي فقط تيحمل الاسم، اما لا دخلنا ليه ففقط ارضيه دايرين بها الحيوطه ما فيها والو، ورغم ذلك تينتجوا لنا هاد الاطر مجموعه من اللاعبين في كل سنه. وهذا الدوري التميز شكل واحد الفرصه باش ان هاد اللاعبين ديال الامل يظهروا من جديد داخل الكوكب الرياضي المراكشي، خصوصا واننا في داخل هذا النادي ما تنامنوش باللاعبين الشباب ديال الفرقه على مر السنوات. راه بدايه الموسم ولا عقلت واحد التدوينه كنت درتها وقلت بالحرف اننا نتوفر على فريق امل في المستوى العالي اللي خاص فقط اننا نامنوا بهاد اللاعبين واننا نوفروا لهم الظروف باش انهم يظهروا بمستوى جيد. الحمد لله، ولحسن الحظ ديال هاد الدراري ان كاين مدرب اللي تيامن بلي جو، لان رضا حكم في التجارب السابقه ديالو في الفرق دائما ما يعتمد على اللاعبين الشباب. تعطاتو فرصه في هذا كاس التميز انه القوانين المعمول بها ان ممكن تعتمد على 6 لاعبين، اعتمد على 6 لاعبين ظهروا بمستوى جيد في ماتش السوال اللي للاسف ما كانش منقول، ولكن في ماتش الوداد الجميع عاين مستوى هؤلاء اللاعبين، خصوصا فاش تنتحدثوا على اللاعب او اللاعبين اللي خلقوا ضجه كبيره في هذه المباراه اللي هما المدافع الايسر سليمان انرا. للاشاره هذا اللاعب راه ماشي بوستو هذاك، يلاه هذه واحد العام باش ولا يلعب في هذاك البوست من طرف جليجي في الامان. هذا اللاعب اللي كان جابو محمد تيغيدا وهو في الويكاند على ما اعتقد من احدى المدارس الخصوصيه في التوجيهات، جابو المركز التكوين وتما بدا تيتدحرج في جميع الفئات قبل ان يدار لي سور كلاس من طرف خالد الجنكري ليسبوار قبل واحد العامين هاجي. من بعد جا جليجي اللي امن به وعطاه فرصه كبيره واحيانا عطاه العماده وخلى انه يقود فئه الامل الموسم الماضي. هذه الفئه اللي تحرمات للاسف من الصعود لقسم الاحتراف القسم الوطني هو الثاني، وراكم عرفتوا السيناريو اللي وقع ذاك العام من بعد ما كان الفريق قريب انه يوصل للنهائي ويخول ليه انه يطلع للقسم الوطني. هو كاين كذلك اللاعب ادم بنيته، اللاعب اللي من مواليد 2006، لاعب اللي ما تعرفوش الناس كثير انه دائما ما يتم استدعاء الفئات العمريه للمنتخبات الوطنيه، لاعب اللي رغم الصغر السن ديالو ولكن الهيئه ديالو والمستوى ديالو تيخليه دائما ان المدربين ديال فئات الكبار لا الحمر لا عاجل الراجع انهم يصعدوه باش يعود يتريني مع ليكيب. هاد كاس التمييز يشكل فرصه لهذا اللاعب باش انه يظهر بالمستوى اللي شفناه في ماتش الوداد. كذلك سعد بدران، اللاعب اللي كان جابوه على ما اعتقد حمزه الجوهري، المدرب حمزه الجوهري في ايدي الساد على ما اعتقد في العصبه، وكان تيتمرن معاه قبل ان يتم الحاقه بالتواب الناسيونال. هذا لاعب اللي هو لاعب كبير، لاعب اللي مشى لفرنسا قبل ايام قليله وخضع لاختبارات رفقه احد الانديه اللي كانت بغات توقع معاه، لكن الكوكب طلب مبلغ كبير اللي هو 100 مليون سنتيم، هادشي اللي خلاه ما يوقعش.
كاين كذلك اللاعب البحراوي اللي من اللاعبين الجيدين في فئه الامل، وهو هداف فئه الامل الموسم الماضي، ولاعب اللي تيعجب بزاف جميع المدربين اللي تعاقبوا في هذه السنتين على الكوكب، لا الحمر لا عاجل الرازي لا رضا حكم المدرب الجديد. ولكن الاشكال اللي كاين هو ما عمرناش شفنا شي مدرب امن به وقحمو في التشكيله الرسميه. فحتى المباريات اللي تعتمد فيها في نهايه الموسم الماضي كان فقط في 5 دقائق الاخيره، يعني صعيب ان لاعب يضبط راسو في 10 دقائق. كذلك اللاعب صنديد اللي ابن حي سيدي يوسف بن علي واللي التحق بالامل الموسم الماضي، للاشاره والناس اللي ما عارفينش راه هذا اللاعب يلاه التحق بالامل باقي ما تريناش. داكشي علاش خرج في الدقيقه 55 او 60 تشنج عضلي، لانه ما تعلم انه غادي يكون يمشي مع الفرقه حتى الليله بيلتها. هذه كلها ظروف ما ساعداتوش انه يكون فيزيك مواجد، ورغم ذلك قدم واحد الشوط اول في المستوى وشكل ازعاج الدفاعات ديال الوداد البيضاوي. كذلك لاعب اخر اللي دخل في الشوط الثاني اللي هو زكريا الرئيس، اللي تا هو لاعب في المستوى ولاعب اللي وقع مع الفريق عقد احترافي وغادي يعير وسط الماروكان بعد ما اقتنع به رضا حكم. كاين كذلك لاعب زين الدين اللي هو تا هو من مواليد 2006، لاعب صغير، لاعب اللي دخل كاع التيران انبهر بالمستوى ديالو لانه القامه ديالو صغيره وباقي صغير في السن، رغم ذلك شكل ازعاج للمدافع الايسر ديال الافارقه الوداد البيضاوي. على العموم التقييم ديالنا اللاعبين في هذه المباراه كان تقييم ديال الناس كاملين اللي تفرجوا، لاعبين في المستوى، لاعبين اللي شكل لهم هذا الكاس او دوري التميز فرصه انهم يثبتوا الذات ديالهم امام المتفرجين، امام الجمهور، امام مسؤولي الفريق اللي ما مامنينش بهم. باش نكونوا واقعيين، ما عندناش مسؤول داخل الكوكب اللي تيامن بهذه الطاقات الشابه، لان الفريق اصلا ما عرفش الهويه ديالو، ما عرفش ليدونتيتي ديالو واش. وهذا هو الاشكال اللي ديما تناقشوه، هو انه فريق الكوكب ما بقاش عارف راسو اش من طريق شاد، واش فريق مكون او فريق ينافس على الالقاب. نهار يحدد هذه الهويه ديالو فاكيد انه غادي يسلك الطريق الصحيح. وكنظن بان الكوكب عنده جميع المقومات باش انه يجمع ما بين هذه النقطتين على غرار ما دايره نهضه بركان اللي تعتمدوا على التكوين وفي نفس الوقت تينافسوا على الالقاب. كاين فريق الفتح الرباطي، توارقه اللي غاديين في التراك حتى هما. فحنا عندنا المقومات، علاش لا عندنا طاقات بشريه، عندنا مركز تكوين اللي مشتل المواهب باش يكونوا ظروف قاسيه اللي تيشتغلوا فيها المدربين، وظروف كارثيه لان باش تلعب في تيران بعشب الصناعي في العمر ديالو ازيد من 15 سنه، فهذاك راه جريمه ترتكب في حق هذوك الدراري. والدليل ان الان تنشوفوا رافع مضروب، حمزه قاسح مضروب، حمزه فاسخ مضروب، كلهم عندهم لي زاديكتور. هذا نتيجه ديال ديك الارجيه الكارثيه اللي خلاتهم انهم تبقى تبعهم الاصابه. وقبل منهم شفنا لاعبين كثار اللي مساكن نهار المشوار بسبب هذه الاصابه ديال لي زاديكتور اللي تتوصل احيانا البيبالجي. وهذا الشيء اللي واقع الان دابا الحمزه رافع اللي غادي يدير عمليه من بعد ايام. يعني في ظل كاع الظروف الكارثيه، في ظل ان ما مامنينش بهاد الدراري، ما مامنينش بالسونتر، ما مانفيسينش في السونتر، وتيخرجوا لك كل عام 5 6 ولا بعض المرات 2 3 لاعبين في المستوى. فهذا تيبين ان مدينه مراكش والنواحي تيبقى مشتل المواهب الكرويه، ولكن للاسف ما عندناش واحد السياسه او واحد المشروع اللي انه نستافدوا من هذا الشيء اللي عندنا. وهذا اكيد تيخدم الاجنده ديال الناس اللي تيبغيو يجيبوا 15 16 لاعب. غادي ينوضوا شي وحدين غادي يقولوا لي راه نهار تعطات فرصه للاعبين لي سبوار مع حانيش راك شتي 4 النقاط. غادي نعاود نقول لكم ونوضح لكم هذيك الوضعيه تختلف، لان هذاك النهار هذوك اللاعبين انتحروا، لان اللاعبين الشباب ما يمكنش تجيبهم دفعه واحده. اكيد غادي تبدا تعطي فرصه لاعبين 3 لاعبين تدمجهم بشكل تدريجي. فهذيك الفتره ديال حانيش اضطروا انذاك انهم يدفعوا بتشكيله كامله ديال اللاعبين ديال الامان. وعارفين ديك الوقيته، وشخصيا انا كنت في هذيك الوقيته كنا تنلعبوا مع فرق ما كايناش الفرقه اللي تخرج واخا تربحنا تقول لك عندكم لعابه في المستوى ما خاصكمش تفرطوا فيه. واخا كان لان الخساره انذاك كانت تكون باش باخطاء فرجيه، واخطاء فرجيه نتيجه لان ما كايناش الخبره، وكاين
اسباب اخرى لا داعي للذكر ديالها. يعني هذيك الفتره ما عمرنا غادي نعطيوها معيار اننا ما ندمجوش اللاعبين ديال الامل، بالعكس الكوكب دائما ما كانت تنتج لنا لاعبين في المستوى. والدليل الان راه لاعبين في الفرق القسم الاحترافي الاول راه كاينين واحد 12 ولا 13 لاعب اللي من ابناء مركز التكوين تيلعبوا بشكل رسمي ومن النجوم ديال الفرق ديالهم. تندوي على لاميرات، تندوي على يوسف ميري، عبد الغفور ميري، بولكسود، ولائحه طويله يسمحوا لي الدراري اللي ما ذكرش الاسماء ديالهم، علي محمدي وبزاف. يعني كاينين مجموعه من اللاعبين اللي تينتجهم هذا مركز التكوين رغم الظروف الكارثيه. فيمكن هذه المباراه ديال الوداد عطاتنا واحد الاشاره او واحد التصفيقه للمسؤول باش ان بركه من كثره الانتدابات، بركه ما تبقاو تسمسروا في اللعابه، لان 15 16 20 لاعب الكوكب ما بقاش قادره انها تستوعب هذا الشيء، لان بركه الكوكب غارقه في المديونيه لواحد 5 6 المليار. لهذا السبب، بسبب هذا المشكل حان الوقت باش اننا نامنوا بهاد الدراري. وي تامن بهم ماشي تجيبهم كي داروا مؤخرا، داروا لهم دي كونطرا في المستوى صالي على مطافعين وبريمسينيتو. لا، خاصك انفيستي في هاد الدري، توفر ليه الظروف ديال انه يسقل الموهبه ديالو ويطور راسو، على غير ما كان الموسم الماضي لما كان الاطار حمزه بدو المكلف بتطوير الاداء الرياضي اللي كان انذاك تيخدم مع الدراري وتيوفر لهم الظروف باش انهم يطوروا المستوى ديالهم. لان مجموعه من اللاعبين لا البحراوي لا بن هيطا راه كاين السويفي ديالو واللي باقي عند حمزه. كنا تناملوا ان هذا الدري يبقى باش انه يعاون هذا الدراري، لانه كان داير خدمه كبيره في مركز التكوين، وهذا الشيء بدينا تنشوفوا تيعطي الاكل ديالو، لان هذا المستوى راه ما جاش هو اللي الصدفه. وي كاينه خدمه ديال المدربين ديال الجليدي ديال الناس اللي خدموا مع الدراري سابقا، ولكن كاينه خدمه حتى ديال هذا الدراري اللي خدم مع الدراري الموسم الماضي واللي كان غادي معاهم بطريقه جيده باش انه يخرج لنا الهو نيفو، يلعب في هو نيفو. لان فاش توفر الظروف وتيشتغل اللاعب في ظروف احترافيه فما يمكن الا يكون في واحد النيفو اللي عالي. نتمنى ان هذه المباراه اللي اكدت ان مركز التكوين وان فريق الكوكب تيتوفر على لاعبين في المستوى، اننا نامنوا بهاد الدراري، اننا نساندوهم ونوفروا لهم الظروف باش انه اليوم عندنا سليمان وعندنا بنيته وعندنا بدران وعندنا بحراوي. العام الجاي بغينا 4 ولا 3 ديال اللاعبين باش انه الكوكب من هنا واحد العامين 3 سنين يولي العمود الفقري ديالو تيكون من اللاعبين ابن الفريق باش ترجع ديك الهويه ديال الفريق. وراه الرئيس الحالي السيد رئيس حنيفه راه في الندوه الصحفيه اللي تنتخب فيها رئيس قال بالحرف ان الكوكب عامره بالمواهب وحنا غادي نعطيو فرصه لولاد المدرسه وغادي نامنوا بهاد الدراري باش اننا نرجعوا واحد 90 حتى 95% من الفريق يكونوا من ابناء المدرسه باش نقصوا علينا المديونيه ونقصوا عنا المصاريف. للاسف هذا الشيء ما شفناش، يمكن شفناه شويه داك العام، ماشي تعتمد على الشباب وانما تجابوا في الهواد، عفوا ماشي ذاك العام وذاك العام جابوا لاعبين ولاد مراكش، ولكن باقي ما شفناش هذه السياسه انها تبقى في ارض الواقع. نتمنوا ان السيد رئيس حنيفه يطبقها ويبدا فيها من هذا العام، لان بداو البوادر راه تبدات دي كونطرا الحمد لله. الدراري واحد 3 ولا 4 تعاودوا لهم لي كونطرا، دراري اخرين عندهم دي كونطرا اللي بمقابل مالي ضعيف وغادي تعدل لهم لي كونطرا، ولكن ماشي غير هذا هو اللي خاصو يكون، بل خاص مركز التكوين والسيد رئيس حنيفه راه في مركز القرار باش انه يسرع في مركز التكوين الجديد ديال الكوكب المراكشي، لان مراكش والكوكب محتاجه لمركز التكوين في المستوى العالي. واكيد انا متيقن 1,000,000% ان نهار غادي يولي عندنا مركز التكوين في مستوى عالي باطور كبيره ويكونوا ظروف جيده. كونوا على يقين الكوكب ما باقي غادي تحتاج حتى اللاعب وما باقي غادي تحتاج حتى الحارس، غادي تولي قادره انها تنتج لاعبين ديالها وانها غادي تولي تصدر، وفي نفس الوقت غادي يولي الفريق تينافس على الالقاب. لان ملي تيكون لعاب ود الفرقه واخا هاد اللومو ما تنحملوش، ولكن ملي تيكون لعاب كوكبي اولا، لعاب اللي عايش في حي شعبي يعني تيعرف راسو غادي يخرج غدا لا خسر راه غادي يتسب غادي يتعاير غادي يحشم من الناس، فانا ذاك غادي تكون ديك الهويه الفريق وغادي يكون داك نشوفوا المقاتله. ما نبقاوش نشوفوا هذا الشيء اللي شفنا بحال داك العام، انه ملي ما تيكونوش الفلوس كلشي تيهبط رجليه وكلشي تيبدا
تيعرقل الفريق. وهادشي راه شفنا داك العام، راه من الاسباب اللي خلات الكوكب ما طلعش راه هي ان اللاعبين بلوغه الكره هزوا رجليهم، ومين تيهز لعب رجليه لان ما كايناش الفلوس. نهار غادي يكون ولد الفرقه، ولد الفرقه غادي يصبر، ولد الفرقه غادي يضحي باش انه الفريق يصعد، لانه ما غاديش يرضى قدام خوتو، قدام صحابو، قدام عائلته، قدام ولاد حومته. نتمناو ان هذا الماتش الوداد اولا ما يكونش غرور اللاعبين، لان يخليو رجليهم في الارض، راه باقي قدامهم طريق طويله. نتمناو ان الناس اللي في جنابهم ياثروهم وما يحاولوش، لان اللاعب المراكشي من الاسباب اللي تيخليوه ما يكملش، يبدا بدايه مزيانه على غرار. راه شفنا في دوري الامل في 2013، شفنا دوري الامل ديال 2019 او 2018 اللي فاز به الكوكب. انا داك الجيل كبير، هذاك الجيل كنز كان عندنا، كون امنا بهذوك الدراري وكون خلينا هذوك الدراري، كنا اليوم نكونوا في البروميير سيرو، كنا ننافسوا على الالقاب. والدليل ان مجموعه من اللاعبين الان راه في فرق كبيره، ولكن للاسف اللاعب المراكشي دغيا يزنزنوا ليه في ودنيه. نتمناو ان هادشي ما يبقاش، ان الاباء يبعدوا على ولادهم، يخليو ولادهم مع ناس الكره، الناس اللي غادي يقادوا لهم طريقهم ويقادوا لهم الطريقه ديال انهم باش يشتغلوا، لان بزاف اللاعبين ضاعوا بسبب بواتهم، بسبب ديك الحرب والصراعات. نتمناو ان هاد اللعابه يخليو رجليهم في الارض، وانهم توفر لهم الظروف باش انهم يسقلوا المواهب، تعطاهم فرصه من رضا حكم. غادي يقول الرضا لا راه عندي لاعبين ديال الخبره، دوزيام سيري تيبي خبره، هادي هضره خاويه. فبشوي بشوي غادي نقحموا هاد الدراري بشوي بشوي، لان اللي تابع ماتش الوداد شخصيا انا ما بان لي حتى فرق، بان لي لعبه الامل افضل بكثير من داك اللاعب اللي يجيب 60 مليون و 50 بريم سيناتور وبمليون ونص في الصالير. ما كاينش ذاك الفرق، والدليل هو الطريقه باش جيراو اللعابه، خصوصا سليمان وبن هيدا وبدران. شفناهم جيراو الماتش كانهم لعابه لاعبين واحد 3 سنين 4 سنين مع الكوكب. وواحد اللقطه اللي عجبتني لا ديال سليمان، اللي الطريقه باش خرج الكره يمكن في الشوط الاول، لا الطريقه باش تعامل بن هيدا مع واحد الكره في الدقيقه 96 وفي المعترك الميدان ديالنا، وكيفاش خرج الكره وكيفاش دريبلا اللعاب ومشى بالكره وحل. يعني هذه امور تتبين ان هاد اللعابه خاصهم يشوفوا الثقه، راه ما عندهم حتى فرق بينهم وبين داك اللاعب اللي تيجيب 40 و 50 مليون وتيجيب 10000 درهم صالير وتتكر عليه ب 5000 درهم. بارك من هذا الشيء. حان الوقت اننا نعطيو الفرصه لولاد الفرقه، واننا نحميوهم ونوفروا لهم الظروف وننقيو لهم المحيط، لان محيط الكوكب متسخ، ولا بقى متسخ كون على يقين. بدران غادي يطفى هذا العام، سليمان غادي يطفى العام الجاي، بنيته غادي يطفى العام الجاي. نقيو المحيط، نوفروا الظروف باش ان هاد اللعابه نشوفوهم في مستوى كبير. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نضرب لكم موعد في حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.